السلام عليكم. اليوم بدي أعمل لكم الكعك الفلسطيني، وإن شاء الله بيفرج عن أهل غزة، وإن شاء الله بيفرج عن أهل سوريا واليمن والعراق وكل الدول المنكوبة. هلأ رح بلش لكم بالتمر. التمر بحط له معلقتين سمنة، بحط له معلقة قرفة، معلقة هيل. هي بترجع لك شو انت حابة تنكهي التمر، بتنكيه على كيفك. بعدين ببلش بطحن المحلب، بحط معلقتين سكر وبحط معلقة محلب، وكذلك المستكة معلقتين سكر ومعلقة محلب، بطحنهم مزبوط وبحطهم على جنب. ببلش ب9 كاسات ونص من الطحين، أنا استعملت طحين الزهرة. بضيف لهم كاسة سمسم، نص كاسة من الحب السوداء الإزحة. بعدين بضيف لهم 3 معالق من المحلب. بعدين بضيف لهم 3 معالق من بهارات الكعك. بعدين كاسة سكر مطحون. بعدين بحط لهم كاسة حليب بودرة. بحط لهم معلقة بيكنج باودر، وبحط لهم معلقة خميرة ودرة ملح، وبخلطهم مع بعض تخليط مظبوط اللي يتداخل كلياته مع بعضه. بعدين بضيف لهم كاستين من السمنة، وبضيف لهم كاس من الزيت، بخلطهم وبفركهم مع بعض بشكل مظبوط. فرك، شوفوا بشكل مظبوط لدرجة انه تمسكيها تفرد بايدك، ما تضل مثل العجينة ماسكة. بعدين نضيف لهم كاستين من المي، وبلش خلطهم مع بعض قلب، يعني مو عجن، ما بعجن عجن. نسيت احكي لكم انه انا ضفت لهم كمان المستكة، وبلش هيك بشكل فيهم. اول شي بعمل رولات بالعجوة، وبقطعها وبحطهم. طبعا انت الاحجام اللي بدك اياها انت. انا عملتهم وسط وكبير الكعك. شوفوا ما شاء الله شو لين العجينة وشو طرية. هي بعد ما جهزتهم حطيتهم بالفرن على درجة حرارة 180. هن ما بياخدوا وقت، والله طلعوا ما شاء الله شكل ولون وطعم غير شكل، ودايبين دوب. يلا هلا اعملوا لي لايك واشتراك، وارفعوا لي الصفحة باللايكات، وتفرجوا على منظرهم. شوفوا ما شاء الله، والله بينهدوا لملوك.